السلام عليكم، معكم قناه ام السعد للطبخ. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا طاجين ديال اللحم ديال الغنمي مخضر بالبصله والزبيب طيب في الكوكوط. غادي تشوفوا معايا طريقه خاصه، الطريقه ديالي ان شاء الله غادي تعجبكم. لهذا الغرض ان شاء الله اول حاجه غادي نستعملوا، غادي نوضعوا البصله ديالنا في الكوكوط. هذه واحد البصله كبيره مشلضه غادي نوضعوها في الكوكوط. غادي نوضع معها شي شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد نص ديال المطيشه محكوك اختياري، واحد 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين على هذا الشكل. وغادي نوضعوا العطريه ديالنا. بالنسبه للعطريه كنحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال المروزيه، واحد العويه تاع القرفه، راس معلقه ديال القرفه مطحونه، راس معلقه ديال الابزار مطحون، ملون غذائي اصفر، راس معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الملح حسب الذوق. غادي نوضعوا جميع العناصر ديالنا على هذا الشكل، وغادي نوضعوا معاهم قياس واحد الكاس ديال زيت الزيتون، قياس واحد الكاس ديال العنبه هكاك ديال زيت الزيتون. صافي مباشره من بعد ما نوضعوا العطريه ديالنا غادي نوضعوا اللحم ديالنا في الكوكوط على هذا الشكل. غادي نوضعوا اللحم ديالنا الكميه اللي تناسب كل واحد على حساب شحال بغا يدير، كيلو جوج 3، المهم كل انسان على حساب داكشي اللي بغا يدير. نرويها بالماء وغادي نسد عليها الكوكوط حتى غادي يطيب اللحم ديالنا. من بعد ما غادي يطيب اللحم عاد اللي غادي نوريكم كيفاش غادي نوضعوا البصله والزبيب. من بعد ما تقلات الكوكوط ديالنا مزيان كنرويوها على هذا الشكل وغادي نزيروا عليها حتى يطيب اللحم. في هذه الاثناء من بعد ما زيرنا على الكوكوط ديالنا غادي نوضعوا الزبيب ديالنا في واحد الكاسرونه ونوضعوا عليه شي شويه ديال الماء وغادي نوضعوه ونشعلوا عليه فوق العافيه يتسلق واحد نص سلقه باش يحيد منه هذيك الغبره وداك التراب ديالو، وغادي نصفيوه من هذاك الماء فاش قطرناه ونعاودوا نطلقوه. من بعد ما صفينا الزبيب ديالنا كنوضعوا واحد 2 عويدات ديال القرفه، كنديروا واحد 4 المعالق ديال سنيده، واحد القطيره ديال زيت العود على هذا الشكل، وكنوضعوا الزبيب ديالنا على عافيه مهيله على هذا الشكل وكنصبروا عليه حتى كيتعسل وكيولي اللون ديالو احمر ونعاودوا نطلقوه. دابا من بعد ما طاب اللحم ديالي وتقريبا تدخل مزيان في الطياب، ما بقالو غير شويه باش نطفي عليه، غادي نرمي معاه البصله البيضاء. مع البصله البيضاء ما كتهزش الطياب بزاف دغيا كتذوب. غادي نرميها فوق من اللحم وغنعاود نزير الكوكوط واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وعاد اللي غادي نطفي عليه. وفي نفس الوقت تنبقى نحرك في الزبيب ديالي حتى كيتعسل وكياخذ اللون اللي بغيت احمر، وعاد اللي كنطفي عليه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله ما طيب البصيله ديالي ويطيب الزبيب ونعاودو نتلاقاو. هو اللون المطلوب في الزبيب ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نطفي عليه وغادي نعينو على البصله ديالنا حتى طيب ونعاودو نتلاقاو. وهذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. تنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وشكرا.